السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب دايما تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم. اكلتنا بقى النهاردة اكلة جامدة جدا كل الناس بتحبها. هنعمل سلطة رنجة خطيرة. معايا الطماطم والبصل والفلفل الاخضر ومعايا ليمون، كأنك بتعملي سلطة بالظبط. غسلنا الخضار بتاعنا كويس جدا، بعد كده هنيجي نقطعه مكعبات صغيرة. بدأت بالطماطم، بعد كده هقطع الفلفل. معايا طبعا فلفل سبايسي، فلفل اخضر يعني بيكون حراق. ممكن تضيفي فلفل رومي لو مش حابه الحراق. هقطع برضو مكعبات صغيره، وهقطع البصل عندي مكعبات صغيره. عايزه كل الخضار بتاعي والرنجه تكون متقطعه مكعبات صغيره. ويا سلام بقى لو عندك ضيوف بيحبوا الاكله الحلوه دي ومتجمعين عليها، الطبق ده هيكون كمان شكله حلو قوي. تكون كده كل حاجه متقطعه سوا واحد، بتدي شكل حلو جدا للطبق. الرنجة عندي هنا قطعتها كده وبنضفها كويس. كانت عندي الرنجة متلجة شوية، بدأت ان انا اضغط عليها كده بقى بايدي علشان تفك. هطلع بقى البطارخ الجميلة دي في طبق لوحدها. في بقى بطارخ الناعمة وفي البطارخ اللي هي محببة دي، طبعا انا بعشق الاتنين. هبدأ بقى اقطعها وانضفها، افصل منها كده الجلد بتاعها بالراحة، وهنضف طبعا الشوك، وهنضفها بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها. طبعا في ناس بتضيفها على النار اللي هي بتشويها كده، بس حسيت ان الطريقة دي بتكون اسرع واحسن. غير بقى الريحة والكلام ده كله، اصلا انا بحطها على الطاسة من فوق. مش بحطها على النار مباشرة، يعني بجيب طاسة كده وبخليها فيها. مجرد ما تشم النار اقلبها على الناحيتين. بس انا المرة دي عملتها بالطريقة دي يعني مجرد بس ما فكت بدأت اقطعها وانضفها بالشكل ده. هقطع بقى مكعبات، وبجد اكله كانت جامده. حمرنا بقى جنبيها بطاطس، وطبعا بقى عيش كتير، وقعدنا بقى مع الحبايب، واحسن لمه بجد والله اللمه دي على اكله تكونوا بتحبوها عليه افضل الصلاه والسلام. وبعد كده بصوا شلت الجلد بالطريقه دي ونضفتها كويس جدا. هبدأ بقى كده شلت بقى الشوك الرفيع ده، وابدأ برضو اقطعها مكعبات بشكل الخضار. لو حابة تفصصيها كده برضو مش هتقول لأ، يعني حسب كل واحد وحسب طريقته. بس حسيت يعني برضو الطريقة دي شكلها برضو احسن في الطبق. بصوا شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكلها كده تحفة، وطعمها كان ملوش حل. قطعت كل حاجة وخلصت ونضفت. تعالي بقى هاتي كده 4 5 ليمونات كده حلوين، اعصريهم على الخضار بتاعك، على الفلفل والطماطم والبصل. لو عايزة تكتفي بس كده بالرنجة من غير الحاجات دي والبصل لوحده، برضو هتكون لذيذة قوي. ضفت رشة شطة كده بسيطة. هنضيف بقى الزيت، بقى الرنجة دي عايزة زيت بقى وليمون وحاجة كده خطيرة. هقلب بقى كل الكلام الحلو ده في بعضه. بس الاول هاجي على الطحين هعملها، انا كنت هنسى واحطها كده. بس هجيب طبق وهخففها شوية بالخل وشوية مية. بعد كده هضيفها على الخضار اللي انا قطعته او السلطة اللي انا عملتها. بصوا بقى البطارخ بعد ما اتنضفت بقى واتغسلت من الحاجات اللي كانت فيها، شكلها تحفة. هضيف بقى الطحينة بتاعتي وهقلب كل الكلام الجميل ده في قلب بعضه. بجد اكله من الاخر، واكله حلوه جدا وسريعه. وطبعا اكيد في ناس كتير مش بتحبها، لا بس اكله حلوه قوي، وجربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا. اسمها سلطه رنجه. الاكله دي عايزه بقى لما وبعدها بقى شاي بنعناع والقعده الحلوه دي. اللهم صل على النبي. نضيف بقى كل المكونات دي على احلى طبق رنجة احنا عملناه، وبعد كده هنقلبه بقى بالراحة، وهنضيفه وهنقدمه في طبق التقديم والف هنا يا رب عليكم. جربوا بجد الطريقة دي، وما تنسوش تقولوا رأيكم في التعليقات، ويا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لو مش متفعل، علشان يوصل لكم كل حاجة انا بعملها. معلش انا بغيب عنكم في الفيديوهات، بس بتفضلوا برضو على بالي، وانتوا احسن متابعين. جربوا الطريقة دي واتمنى تعملوا لي اللايك ولو الطريقة عجبتكم. بصوا بقى كده البطارخ الجميلة برضو حطينا عليها ليمون وطحينة، وهنقدمها مع البطاطس المحمرة والخيار. اشوفكم على خير. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.